السلام عليكم. بما إن في ترند طالع كده اسمه شوكولاتة دبي، فقُلت أعمل معاكم فيديو ونجرّب الطريقة بتاعته ونشوف الدنيا والضجة الكبيرة والترند اللي طالع وتمنها وشوية حاجات كده يعني بجد، قُلت أشوف الدنيا عاملة إزاي ونجرّب الشوكولاتة دي بفيديو نعمله مع بعض. طيب أنا جِبت المكونات وقُلنا يالّا بقى نبدأ، وكانت تجربة الحقيقة مفاجأة. هنا عملت 4 قطع، فقُلت للتجربة الحقيقة لو لقيتها حلوة وطعمها جميل وتستاهل ح هاعملها تاني أو هاعمل 4 قطع كمان. فبجد مبدئيًا كده الدنيا تمام وماشية معايا حلو جدًا، ما فيش أي حاجة، بل بالعكس طلعت زي ما أنتم شايفين زي الترند بالضبط اللي طالع، يعني ما فيش تغيير. وطبعًا شوكولاتة دبي دي مش اختراعي ولا اختراع حاجة، هي طلعت ترند كده، وأنا قُلت أشوف إيه، أنا أول مرّة أعرفها صراحة يعني ما جرّبتهاش قبل كده، فقُلت بما إني في عندي شوكولاتة وعندي بعض من المكونات بتاعتها، فليه لأ إن أنا يعني أجرّبها. شكلها حلو جدًا زي ما أنتم شايفين، يعني هي بتحتاج فورمات معيّنة، ولو مش عندِك طبعًا ممكن تعمليها في أي علبة بلاستيك موجودة أو متاحة عندِك، لكن أنا عندي هنا علب الوافل هتشوفوها معايا، وطلعت معايا بالشكل الجميل ده، وكانت بجد يعني طريقة ناجحة. يالّا نسمّي الله ونبدأ في المكونات بتاعتي. أول حاجة معايا الشوكولاتة، ومعايا هنا الحقيقة كان عندي شوية كده من الكنافة من رمضان. موجودة عندي، أنا دايمًا يعني باحمّرها وباسيبها، فأنا كنت سايباها بصراحة في التلاجة، دول حوالي ربع كيلو من الكنافة، وديّة السيليكون بتاع الوافل، ودي طبعًا الفُرَن بتاعة الشوكولاتات اللي هي بتتعمل مع التورتات والحاجات دي، أنا هاستبعدها طبعًا عشان لقيتها حجمها صغير جدًا، ومعايا شوكولاتة دريم بالحليب. جيبي أي نوع شوكولاتة قدّامِك. ممكن عند مستلزمات الحلواني جميع أنواع الشوكولاتات الغالية والكمان المتوسطة. طيب أنا بما إني كنت شايلة الكنافة في التلاجة عندي، فحبيت أسخّنها كده عشان لمّا أضيف لها الصوص بتاعي بتاع الفستق هتكون معايا طرية ويمتص على طول آآ يمتص على طول صوص الفستق. هنا صوص الفستق أو كريمة الفستق دي أنا جايباها من مستلزمات الحلواني، المحلات اللي بتبيع بعض حاجات الحلوانية كده، هنا الحقيقة جِبت ربع كيلو جِبت معاها علبة شوكولاتة سما، أنا باحب الشوكولاتة سما جدًا، يعني بديل النوتيلا، وإحنا طبعًا عارفين ومتفقين إن إحنا في حاجات ليها بدايل وطعمها حلو. فأنا جِبت شوكولاتة دريم دي تقريبًا 200 جرام، فأنا قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده قطع كده صغيّرة، عايزة تبشريها بالمبشرة تمام، بس أنا لقيتها يعني إيه، إن كده أسهل لي علشان حطيتها في الميكروويف لمدة دقيقة، يعني أنا حطيت ال200 جرام كلّهم لمدة دقيقة. طيب أنتِ ما عندكيش هتجيبي كده طبق، وهتجيبي كمان طبق أقل منّه شوية، وهتعملي حمّام بخار وهتسيح معاكِ ما فيش أي مشكلة. عندي هنا شوكولاتة بيضا دي بقى اللي هي بتتباع سايبة بالكيلو، كانت عندي الحقيقة برضك من رمضان، فأنا هاخد منها حوالي معلقتين، يعني مش أكتر من معلقتين، لإني أنا مش هاحتاج الشوكولاتة البيضا غير في الشكل العشوائي اللي هتتذوّق بيه. طبعًا هو بيتضاف لها شوكولاتة بيضا وبتتلوّن الشوكولاتة بتبقى لونها أخضر وكده، أنا عشان ما عنديش ألوان زيت اشتغلت بس كفاية شوكولاتة بيضا. هنا سيّحتها 30 ثانية لإن هنا الكمية صغنّنة جدًا، واديتها نقطة كده من الزيت. عندِك بقى كيس حلواني، عندِك كيس تلاجة علشان تحطيها كده فيها وتعملي خطوط زي ما أنتِ شايفة كده، بشكل عشوائي مش شكل منتظم خالص، هي الموضوع كلّه يعني ما فيهوش حاجة منتظمة، يعني هو الشكل كده عشوائي، حطيت كده في القالب بتاعي كل الشوكولاتة الحبّة صغنّنين، يعني عايزة أقول لكم والله تقريبًا معلقة، يعني بعد الشوكولاتة البيضا ما سيّحتها كانت الكمية كلّها معلقة. خلّصت ال4 قطع كده واديتها كده يعني خبطة كده على الرخامة، وهاسيبها بقى إيه على جنب، ممكن تحطيها في التلاجة لحد ما تسيّحي الدقيقة بتاعة الشوكولاتة البني، نفس القصة، حطيتها في الميكروويف دقيقة لإن الكمية هنا كانت كتيرة، وحطيت عليها نُص معلقة زيت ذرة، تمام، قلّبي بقى خالص، قلّبي تفضلي تقلّبي لحد ما تكون معاكِ ناعمة جدًا. ما تحاوليش تضيفي شوكولاتة كتير، كمية كتير علشان طبعًا الموضوع ما يبقاش طعمه مش ظريف يعني. يعني هنا أنا حطيت في كل قطعة تقريبًا معلقتين صغيّرين مليانين كده من الشوكولاتة،
وبقيت أقلّب وأنطُرها شوية يمين وشوية شمال عشان أوزّع في كل المربع بتاعي زي ما أنتم شايفين، وبالمعلقة كده باحاول يعني أملى الفراغات دي كلّها وكمان الجوانب، حاولي ترجعي أو تطلعي على الجوانب كده بالراحة وتدّيها خبطتين حلوين وتسيبيها تبرد، ما ينفعش بقى نحط الخليط اللي إحنا هنعمله دلوقتي وهي لسه ما بردتش، حطيها في التلاجة، يعني أنا كنت باعمل كل حاجة أدخّلها دقيقة في التلاجة. يالّا بقى بينا على الكنافة بعد ما دفيت شوية كده على النار، وضفت لها هنا معلقتين من الصوص أو كريمة الفستق، معلقتين كبار كده مليانين. طيب الكنافة دي اتعملت إزاي؟ الكنافة دي هاسيب لكم إن شاء الله اللينك بتاعها بتاع الكنافة بتاعة رمضان إن شاء الله في صندوق الوصف، أو حمّريها زي الشعرية ما فيش أسهل من كده، على النار تتحمّر زي الشعرية. بعد بقى ما ضفت لها كده كريمة الفستق، قلّبتها تقليبة حلوة، وهنا كانت خلاص تقريبًا الشوكولاتة بتاعتي جمدت، ونزلت عليها بمعلقتين كبار من الكنافة. حطي معلقتين كبار من الكنافة. أول دفعة أنا عملتها كنت باضغط على الكنافة، لأ ما تضغطيش على الكنافة خلّيها هشة كده علشان تدّيكِ شكل volume عالي كده وبتبقى طعمها أحلى. زي ما قُلت معلقتين كده في كل مكان وحلو أوي، حاولي على قد ما تقدري يعني ما تجيش على الجوانب أوي، علشان لمّا تضيفي الشوكولاتة تبقى شكلها متساوي معاكِ، ما يبقاش حتّة طالعة كده وحتّة نازلة، في نفس الوقت يبقى ليها شكل طبعًا طعمها طالع رهيب بجد. هل تستاهل المبلغ اللي بيتطلب بيها أو بيقولوا عليه ب900 جنيه أو 800 جنيه؟ لا، لا، الحقيقة ما تستاهلش أي حاجة من دي، هي ما كلفتنيش حاجات كتيرة يعني، بس أنا عشان بسم الله ما شاء الله عملت 8 قطع مش 4 عملت 8 قطع، تقريبًا ال8 قطع دول يعني كلّفوني حوالي يعني بالكتير أوي كده 155 جنيه بالضبط كده. بس بجد كان طعمها حلو أوي وفكرتها جديدة، يعني هي فكرة شوكولاتة كده جديدة، بما إن كل شوية بتطلع لنا حاجة كده عمّالين نجرّب ونشوف إيه، فقُلنا نجرّب زي الناس اللي بتجرّب. خلاص بعد ما خلّصت بقى جِبت الشوكولاتة التانية الجزء التاني أو الطبقة التانية وعملتها بالشكل اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده. برضك معلقتين كده من الشوكولاتة وحاولت كده أوزّعها وأحاول الأشكال السيليكون اللي أنتم شايفينها دي يعني آجي من الجوانب كده وأحاول إن الشوكولاتة تدخل في الجوانب علشان تكون منتظمة كده وشكلها حلو. حطيتها في التلاجة بتاع حوالي 10 دقايق بس تمسك، لو أنتِ مستعجلة عليها حطيها في الفريزر 3 دقايق، وكانت بالشكل الرهيب اللي أنتم شايفينه ده، طعم جميل جدًا. عايزة أقول لكم بُصّوا الجمال، ما شاء الله جميلة جدًا، الطبقة مضبوطة جدًا والطعم رهيب، ويعني هي كتجربة ناجحة إن شاء الله، وجرّبوها الولاد بيحبوا الحاجات دي، وأشوفكم بإذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.